اليوم قصتنا يا جماعة على حكمة نتخيل الناس الكل تتحس بها، اللي هي لازمنا نقدروا قيمة الأشياء قبل ما نفقدوها. فما راجل قالك عنده 5 سنين من اللي بنى دار مزيانة برشا وسكن فيها مع عائلته. الدار هذه رغم اللي بناها على ذوقه قلق وما عادش يحب يكمل يعيش فيها، وما يرى كان في العيوب متاعها. كل شيء يظهر له معوج، البيوت، الكوجينة، جنينة، الحومة، ما هو مركز كان على اللي مش عاجبه فيها. نهار من نهارات قرر السيد هذا باش يبدل من الدار، وجاب شركة معروفة مختصة في البيوع والشراء متاع الديار الفخمة. عمل مولا شركة دورة في الدار وخذ ورقة وستيلو وبدا يكتب في الإعلام اللي فيه الأوصاف متاع الدار هذه. كي كمل الإعلام جاه مولا الدار وقالوا بالله أقرأ لي شنو اللي كتبت فيه. وبدا السيد يقرأ له: دار في بلاصة متميزة في حي راقي، تعطي على البحر، موجودة في مكان هادي، الجيران متميزين، الجنينة واسعة، الكوجينة كبيرة تعطي على منظر حلو، البيوت مشريين وضاويين. الدار هذه فرصة العمر يحلم بها كل عبد. ومولا الدار يسمع فيه وباهت. كمل سمع مولا الدار الإعلام وبعد قالوا: والله كلامك الكل صحيح، أنا تمنيت نشري دار هكا، كيفاش نوصل نخمم باش نبيعها؟ أيا بطلت مانيش بايعها، يعطيك الصحة اللي رجعتني نشوف اللي ما كنتش نشوف فيه. ساعات يا جماعة الإنسان يبدأ عايش في نعمة وماهوش واعي بها، ما يعرفش قيمة الحاجة اللي بين يديه، وباقي يمشي في باله اللي السعادة مش هوني أما غادي، مش عندي أما عند جاري. برشا ناس تعودت على النعم وما عادش تظهر لها حاجة كبيرة، وساعات تقلق حتى منها وتحب تتخلص منها. مثلا يبدا راجل ماخو مرا حنينة ومزيانة وقلبها كبير وهو ما يراش في هذا الكل، وساعات يطلقها وبعد يندم وياكل صويبه وماذا بيه ترجع له، أما فات الفوت وما ترجعلوش. كيف ساعات الواحد يبدا عنده نعمة الصحة أما ما يبداش واعي بها وعمره ما يحمد عليها ربي وما يعرفش قيمتها كان كي يخسرها. لليوم نحبك تفكر في النعم اللي في حياتك، ميسالش قيدهم فوق ورقة وحط الورقة هذه فوقك وفكر بيهم روحك كي ما تبداش في صحنك. اكتب حمد لله يا ربي على النعم هذه وسميهم، تلقى 1000 نعمة تنجم تحمد عليها ربي، اللي تشوف بعينيك، اللي تمشي على ساقيك. احمد ربي على صغارك، فما ناس ما تجيبش صغار. احمد ربي على راجلك، على مرتك، على دارك، على حياتك. ولئن شكرتم لأزيدنكم، هكا ربي قال. خاطر اللي يحمد ربي ويركز على الشطر المعبي ومش على الشطر الفارغ متاع الكاس، ربي يزيد يرزقه من حيث لا يحتسب. واللي ما يعجبوش العجب يعدي حياته تعيس ومحبط، لين النعم الكل تخرج له ما بين يديه وهو يتفرج. خليك تعيش بالامتنان، خليك حاسس بالخير اللي في حياتك، وفكر روحك بيه كل يوم واحمد عليه ربي من قلبك، إن الله يحب الشاكرين. احكي يا نادرة زاد.